اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبق كشري احلى من كشري العربيات مليون مرة. هيدوقوه من ايدك بعد كده عمرهم ما ياكلوا من الشارع تاني ابدا. تعالوا واحنا بنعمله نناقش النهارده مشكلة النهارده مبعوثة من زوج محتار. انا متجوز من 3 سنين. اول ما اتجوزت ربنا رزقني بتوأم. مراتي صغيرة في السن، هي عندها 24 سنة بس. هي وحيدة باباها ومامتها. هي اول ما اتجوزنا ربنا رزقنا بتوأم، بس هي قومتها ضعيفة. على طول بتتعب، على طول بتدوخ. في يوم رجعت من الشغل لقيتها مرمية والولاد عمالين بيعيطوا وبيصرخوا وهي مغمى عليها في الارض مش دارية بدنيا. خدتها ورحنا للدكتور اكشف عليها، قال ان هي عندها انيميا حادة، وخصوصا ان هي بترضع طبيعي وتعبانة ومحتاجة تغذية ومحتاجة راحة اكتر من كده. والدها طبعا بما انها وحيدة خاف عليها وقال يعني طالما وصلت للحالة دي قرر يجيب لها واحدة تساعدها في تنظيف البيت وتساعدها في رعاية الأولاد وتشيل عنها شوية. المشكلة بقى جت لما والدتي عرفت ان الست دي هتيجي. اتخانقت معايا خناقة كبيرة جدا وقالت لي بدل ما انت رايح تجيب لي المعدولة بتاعتك كنت هات لوالدتك واحدة تساعدها. والدتي مش محتاجة. حاولت افهمها كذا مرة ان والدها هو اللي طلب وان والدها هو اللي بعت الست دي. هي مش مقتنعة خالص ورافضة وبتقولي يا تجيب لي واحدة زيها لا اما الست دي مش هتيجي تاني ابدا. فقولوا لي اعمل ايه، انا محتار يعني. والد مراتي قال لي لو الست دي ما جاتش تساعد بنتي انا هاخد بنتي عندي وانت مش هتشوفها تاني. قولوا لي اعمل ايه، اوفق ازاي بين بر امي وان انا مزعلهاش وان انا اخلي مراتي جنبي وان انا اريحها واجيب لها حد يساعدها. قولوا لي لو في مكاني هتعملوا ايه، وقولوا لي اسمع كلام مين ولا عندكم حل ساعدوني بيه. وما تنسوش لو عندكم اي مشكلة تبعتوها لي اعرضها هنا في القناة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني. باي باي.